اعملي بقى المكرونة دي من غير لحمة ولا فراخ، طريقة تحفة جدا وهتعجبك جدا. هي دي بقى طريقة المكرونة الاسكندراني، بجد خطيرة، هتدعيلي عليها، طعمها تحفة جدا. يلا بينا هنشوف هنعملها ازاي. هنبدأ كده ونسمي بالله ونصلي على الرسول. بس اهم حاجة لو عجبكم الفكرة ما تنسوناش في لايكات كتير وكومنت حلو منكم. هنا اول حاجة نزلنا بشوية من السمنة، شوحنا كده 4 معالق من الدقيق، وبعد كده هنبدأ ان احنا ننزل بكوباية من اللبن. هنشيل بقى البشاميل من على النار وهنقلب كده بقى على البارد، وهضيف كمان معانا كوباية من الشوربة. على البارد بنقلب الاول وبعد كده بنرفعه على النار. ضفت بقى هنا معلقة من القشطة، ودي اختيارية بس بتدي طعم حلو جدا للبشاميل. هنقلبها كده وبس كده لغاية ما يتكتك معايا، وكده خلاص خلص معايا البشاميل. وهنا بقى هنبدأ ان احنا هنفرم 3 بصلات كده في الكبة، هنفرمهم كده فرم ناعم. وهضيف عليهم كمان يعني فلفل الوان او فلفل اللي هو العادي زي ما تحبي. بس طبعا الفلفل الالوان متوفر اليومين دول، فبيدي طعم حلو قوي للوصفة بتاعتنا، فبيخليها طعمها حلو جدا الفلفل الالوان. وهنا بقى هنضربهم كويس جدا الفلفل مع البصل. وبعد كده هبدأ ان انا احضر بقى معايا طاسة كده وهضيف فيها زيت او سمنة. هننزل بقى هنا معانا هو اللي هيخلي بقى طعم المكرونة حلو جدا، وهو ده بقى السجق. السجق بيبقى جميل جدا، بيعملوه الاسكندرانيين، بيعملوا السجق او بيعملوا بالكبدة المكرونة ديت. بس عايزه اقول لكم بالسجق كان طعمه خطير جدا جدا. وبصراحه انا ما جربتش بالكبده، لو حد جربها بالكبده يقول لي كده في التعليقات جربتوها بالكبده وكانت طعمها حلو ولا ايه. فانا جربتها بالسجق، عايزه اقول لكم خطيره جدا، هتاكلوا صوابعكم وراها، بجد هتدعيلي عليها، جميله جدا جدا. طبعا شوحنا البصل بقى كده مع السجق. طبعا نزلت بمعلقه من الصويا صوص، معلقه من الصلصه، مكعب مرق بقى، وحبشي بقى شويه بهارات كده حلوين، ملح وفلفل اسمر. ضيفي طبعا البهارات اللي انت تحبيها. بصوا هنا بقى بتبقى عامله زي اللحمه المفرومه بالظبط، والطعم جميل جدا. وطبعا انتوا عارفين ان السجق بيبقى كده فيه بهارات، وطبعا بيبقى متحبش كده وجميل. هنا بقى ضفت كده المكرونه، طبعا سلقتها وضفت عليها شويه كده من البشاميل اللي قلبتها، ودي كده من تحت. وبعد كده هبدأ ان انا احط بقى في النص بقى السجق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم كان طعمها جميل جدا جدا. هضيف بقى بعد كده طبعا طبقه المكرونه، اخر طبقه كده. وهنزل بقى كده على طول بالبشاميل، بس كده. هدخلها النار، هتاخد وش كده من على الوش، تاخد لون. طبعا البشاميل بيدي لون من غير ما نحط بيض ولا اي حاجه، لان البيض انا ما بحبوش بيزفر. فانا بحب ان انا اسويها كده على البشاميل، بتبقى جميله جدا جدا. عايزه اقول لكم ريحتها خطيره جدا وطعمها تحفه جدا جدا. كليها بقى كده وهي سخنه وهتدعيلي عليها. اتمنى حبايب قلبي لو وصلتوا لغايه هنا وعجبكم الفكره شجعونا كده باجمل لايك وكومنت حلو منكم واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات بتاعتنا الجديده، كل حاجه بننزلها توصل لكم على طول. جربيها هتعجبك جدا جدا، تحفه.